هذه هنا زعما السيد الرئيس عبد المجيد تبون وهو بين خيارين. لحظة. وهو بين خيارين. صبروا. reconnaître le Sahara marocain, avoir Trump en ennemi. اعتبار دونالد ترامب على أنه عدو، والاعتراف بالصحراء. وسام ثانك يو. الاعتراف بالصحراء المغربية. لو كان جيتوا رجال، بالمناسبة الإخوة الكرام، الأرقام اللي مكتبوا فيهم يتكلمون على تصريح ويتكوف الذي قال على أنه في غضون 60 يوما سوف نقوم بتسوية للخلاف أو للنزاع والتوصل إلى اتفاق سلام. لو كان جيتوا رجال، وها أني جبتها بها باللوغو تاع الحساب اللي نشرها، وهذه الصورة راهم يروجوا لها العبيد من مملكة مراكش. لو كان جيتوا رجال وحقيقة عندكم رجال، ما عندكمش جينة العبودية، لو كان ما جيتوش عندكم جينة العبودية، في عوض أنه تقولوا أهلا أفواغ دونالد ترامب أون أنمي، تكتبوا أفواغ محمد السادس أون أنمي. ياك هكا. القضية صحراوية، القضية مغربية، ونورمالمون أنه الذي يملك زمام الأمور في مملكة مراكش هو محمد السادس. علاش تدعوا بشواكركم؟ والله غير سؤال، علاش تموتوا على الحماية وتموتوا على شواكركم؟ علاش؟ هاو كتب لي لهنا، يكتب لي لهنا، نحترمك والله غير نحترمك. تكتب لي لهنا افواغ محمد السادس اون انمي، والله نحترمك. افواغ دونالد ترامب اون انمي، وتعود الاسطوانه اللي كانت في السابق. حفتر راهو جاي يا جدك، راهو في وهران، راهو جاي البوليزاريو الازاواد يا جدك، جامي تكونوا رجال. وهذا ان دل على شيء. عباك واش يدل الاخوه الكرام على انه الشعب المغربي بيملكش الثقه في القياده تاعو. عمي ماشي بك، تحياتي لك. الشعب المغربي لا يملك الثقة. شواكر بين هذا وبين لا شواكر بزاف. الشعب المغربي لا يملك الثقة في المؤسسة تاعو، خاصة في قائد المؤسسات اللي هو الملك محمد السادس. لو كان حقيقة عندكم الثقة فيه، تكتبوا باللي أنه محمد السادس أو محمد السادس هو انمي. علاش تدعي بدونالد ترامب؟ علاش راك تكتب لي في التعاليق بقى لك 60 يوم وأمريكا وتدخل بالطاعة وما نعرف واش؟ انت ما عندكش الجرأة باش تكتبها، ما عندكش انت ما عندكش القدرة انك انت دير واش راك تكتب على ناس واحد اخرين. ديرها نتايا، نعرفك راجل، ديرها انت. الاخوه الكرام اللي يكتبوا لي ما عندهم شخصيه، ماشي ما عندهم شخصيه، هذه الجينات تولدت عندهم بحكم السلاطين العلويين اللي تعاقبوا عليهم. هما علموهم هكا، علموهم الرذوخ، وعلموهم انهم دائما يكونوا تابعين. لازم ما ترفعش صوتك عند السيد، ما ترفعش صوتك. باركونتر انت الجزائري يا اخي الكريم، انت الجزائري تربيت في حضن الثوره انك ترفض جميع اشكال العبوديه، ماشي كيما هذا هاشاوي يروج، هاشاوي يروج. اما نعترفوا بالصحراء او انه نتخذوا دونالد ترامب عدو. واش دخل دونالد ترامب في الصحراء المغربيه؟ والله ماني عارف. انا يا لو كان نشوف جزائري يقوم بهذا الشيء، يدعى بناس واحد اخرين ضد الناس، ضد احنا الناس متخالفين معاه، نقولوا عيب عليك. هذه الخدمه يديروها المرخص، ما يديروهاش الرجال. بصح كي يكون عندك الشعب تعلم على جينات، راضع جينات العبوديه، الله غالب، ولا في دمه جينات العبوديه، الله غالب. السلام عليكم. السلام عليكم. لاباس الأخ مدار بخير؟ والله نحمد الله ونشكره، تحياتي لك. أنا نجارك غير من الخميس. مرحبا بك اخي. الله يسلمك. هذا ربي والله يعافيك. غير هذا تاع المروك. أنا باغي نشقسيك، نعطيك سؤال بسيط وجاوبني بصراحة. مهم. أسكو المروكية راهي تحارب البوليزاريو؟ في الظاهر نعم. في في الظاهر الظاهر. نعم. بصح في الباطن فرنسا هي اللي راهي تحارب البوليزاريو. مهم. خاطرش فرنسا هي المستفيد الأول من الفوسفات في الصحراء الغربية. مش غير فوسفات، هناك خيارات أخرى ثانية مستفادة منهم من احنا المروك مجرد عبيد برك، كما نقولوا عنوان ولا واحد داير له ريجيس كوميرس باسمه يخدم به. مهم. هي المستفاد كاع فرنسا، هما كاع زياده، هما الامر كما نقولوا طاعه برك لفرنسا.
هذا ما كان. هما غيرهم ياكلوا في رواحهم باطل. المروكي ما عندهم ما يستفاد من الصحراء الغربيه، فرنسا المستفيد الواحد من الصحراء الغربيه. عدلان تحياتي لك، ربي يحفظك ان شاء الله. نتفق هما معك الاخ مستفيدين كريم. والو الاخ مدارة. غير يديروا في الشنا لرواحهم. هذا ما كان. هما مساكن راهم يونسوا في رواحهم بهذه الهضره تاع 60 يوم على المملكه تاعهم، راه لا يتونس فيهم لا بالهضره. كريمو انا يونس روحو معليش، بصح على الاقل يدعى بالشيء اللي عنده. ما عنده احنا والو على وباين الاقل تاعه. بما انه احنا كلنا ننتمي الى العرب والمسلمين، على الاقل ما يشوهوناش. لانه يقول لك العرب كاع كيف خويا العزيز، حبيت تكون عبيد انسلخ منا، انسلخ من العروبه ومن الاسلام وروح شوف ديانه واحده اخرى. ما تمثلنيش انت اخويا العزيز. على الاقل حتى في الخصومه لازم تكون عندك اخلاق الخصومه. تدعى دوك نجيب لك فلان. صار لك كي تتفتل مع انسان ويقول لك دوك نجيب لك فلان. اذا انت راجل السنان هنا راه جاي فلان. يا ودي انت واش دير انت؟ خليك من الناس واحد اخرين، انت قول لي واش دير. اسمح لي انت كريم وقيلا نشوفوا خونا ولد البلاد هذا. ولد البلاد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من وين؟ مدارة وخيرت وخيرت الاخ ولد البلاد. خويا. واخا معطله شي شويه، طلعت نبارك ليك الجواز ديالك. شكرا بارك الله فيك. قول لي ربي يحفظك. لقيتيها مرا ولا فايت فيها دارت سبق ليها دارت ياك؟ والله يا اخي الكريم حنايا في الجزائر ما عندناش ماشي مروكيات، حنا نسانا ماشي مروكيات. ها اللي فايت عليها الفقيه وفايت عليها ولد الحومه وفايت عليها الحمد لله. حنا في الجزائر عندنا نساء شفيفات شريفات عفيفات الحمد لله. ماناش جايبينهم من ساحه الفنا. نحمد الله ونشكره. نحمد الله ونشكره. وكي نسافر انا للجزائر يا ولد البلاد، انا كي نسافر للدول العربيه يقولوا لي مرحبا بك يا ابن المليون شاهد. ما يقولوليش مرحبا بك اذا عندك كي نكمل كي يقول لي مرحبا بك يقول لي اسكو عندك الخوادريه في الدار شابه وزوينه واعطيني الرقم تاعها. الحمد لله احنا هذه ما عندناش. هذه ما عندناش يا شيخ. انا كي نسافر برا يقول لي مرحبا بك يا ابن المليون شاهد. ومعروف بلي اني درت ثوره كبيره وخرجت المستعمر. بار كونتر نتايا كي خاصه اذا سافرت الدول الخليجيه يقولوا لك اذا كان عندك شي عيالات زينين في المنزل وانت كي دليلو تروح تشكى من وقتك. ماشي كيف. والكلام اللي تقولوا فيه هذا ما يقلقناش. الشيء اللي ما كنتش باغي يدخل لكم في راسكم ما يقلقناش، لانه واقعنا ماشي هو واش راكم تهضروه. انسان اللي يكون واقعه ضد واش راك تهضر ما يقلقوا حتى حاجه. هذه باش يكونوا في الصوره. عامر عبدو تحياتي لك. تفضل كريم وكمل خويا. هما والله يا الاخ مدارة، شوف درك طلع من الجواب تاعهم. هما عندهم عقده حاجه يسموها الجزائر. هذا ما كان. كيما واحد يغير من جارو، شايف جارو راجل هو ماشي راجل، ما يقدرش يكون راجل. شايف جارو راجل هو ماشي راجل. شغل عنده عقده حاجه يسموها الجزائر، عنده عقده منها وخلاص. شكرا كريم، ربي يحفظك خويا كريم الله وتحياتي يفتح لك. عليك ربي ينعم الاخ عليك. مدارة، بارك الله فيك. ربي ينعم عليك. شكرا جزيلا تحياتي لك. السلام ربي عليكم. يحفظك ان شاء الله. شكرا جزيلا ربي يحفظك. تحياتي لك. فهذا دليل بأني كامل. تحياتي لك اختي عرا، ربي يحفظك. تشيلسي تحياتي لك. شكرا جزيلا خوتي بارك الله فيكم. فضلا وليس امرا زيدوا شاركونا البث. فضلا وليس امرا شاركونا البث. وايضا اعطونا حمله تكبيس اذا تكرمتم. طبعا اذا تكرمتم بارك الله فيكم. I am back. welcome back اخ جو. تحياتي. ناديه تحياتي اختي، ربي يحفظك. بوجنان الاخ بوجنان اهبط. مرحبا بك توكسيك تحياتي لك خويا. وش بيه الغاز تاع خوتي يعني نطلعوا راه ويهبط. وش بيه؟ وعليكم السلام اخويا مراد. وعليكم السلام. ويلكم باك. اسلام تحياتي لك. مرحبا بك خويا لزين. رامي وش بيه الغاز؟
وليد تحياتي. وسام ثانك يو. راني نطلع فيهم واش ما فهمتش انا واش بيه، راه يطلع راه اللي يهبط، ما فهمتش واش كاين. لا مش كيش سينيا. اسمع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اول حاجه بغيت نقول لك اخويا، راه التعميم راه لغه الجهلاء، اكيد اكيد بانك اكيد. ملي حتى تقول انا نتكلم الاخت اسماء من وين؟ ها انا من من وين؟ الجهه اللي كتكرهو. من وين اسماء؟ انا مغربيه. مرحبا مرحبا. تعميم بانه لغه ملي الجهلاء تجي اكيد. انا نهضر مع ملي سله العبيد اللي عندكم اسماء. اما الشعب المغربي المسكين هذاك اللي في الحوز واللي ما جا وراها ربي يحفظه ربي يكون في راه عونه. حشومه تتديو التقليد، راه ماشي معنيه ملي تقول حنا الجزائريات. راه الا بغيتي نصيفط لك انا مثلا فيديو ديال الجزائري. خلي تكلم دقيقه. افتحي المايك اسماء. افتحي المايك اي اسماء. بلاصه الانسان الصالح وفيها الانسان الطالح، يعني باش تجي وملي تتقول اسماء تسمعينا دوكا اسماء تسمعيني. كنسمعك ملي كتجي بارك الله كاع فيك. المغربيات. اسماء عندك الجرأة نتكلموا بكل صراحه. بكل صراحه ونقولها لك انا بانه ما تعممش انه لا مثلا لا ما نعممش مثلا لا ما انه نعممش راه هنا ما نعممش. واخير حاجه مع الله سبحانه وتعالى، بانك طيح الباطل على بنات اخرين وتقدر انك تبتلى انت في خواتاتك وفي بناتك وفي والديك. دير هاد الهضره في راسك بانه ملي كتجي اسماء سمعتك دوكا تسمعينا اسماء وتجمع سمعينا اسماء ملي تجي وتجمع المروحيات راه ماشي كلهم باش نشرح لك. ويا اما وعندي بلاتي ويا اما عندي مشكل اخر شي وحده خوراتك شي. اسمع دوكا انا نكره الببغاء. اذا انت ببغاء هذيك حاجه واحده اخرى. دوكا تسمعي واش نقول لك من بعد تفتحي المايك. تسمعي واش نقول لك تولي تهضر قول شي وحده سمعي واش نقول لك ولا باش تفتحي المايك. ملي تكون كتهضر ما تسمعش. الله يحفظكم. غض المايك. راه في راسي ابسط دوكا انا السؤال اللي عندي ماشي انا اللي نقول. انتم ولاد بلادكم هم يقولوا عليكم امهات شنطات شنطه. انا اللي نقول ولاد بلادكم هم يقولوا عليكم. بحال دابا منين نايض ديك حفصه نتوما. سمعني نقول لك دابا المشكله الثقافه. انا دابا ما تنهضرش عليك ناهيك على الاخت اسمع. عندي تحدي صغير تقدري ديريه بحال هذا. تحدي صغير. انا وياك تحدي صغير اسمع. تحدي صغير. شنو التحدي؟ شوف نطلعوا انا وياك دقيقه. نطلعوا انا وياك نخيروا لايف خليجي ايا كان ذاك اللايف ونطلعوه ونسقسوه نقولوا له يا فلان سواء كان كويتي اماراتي ولا سعودي ولا بحريني نقولوا له يا فلان مهما كان نوع انت خيرينا اللايف كاع قولي لهم واش تعرف على المغرب واش تعرف على الجزائر. واسمعني دابا في راسك المشكله اش واقع ولاو الجزائريات يا ودي جاوبيني. قابله التحدي ولا مش قابله؟ قابله التحدي ولا مش قابله؟ قابله التحدي ولا مش قابله؟ جاوبيني على هذا السؤال. قابله التحدي نعم او لا؟ ودابا يسمع لي المشكله فين كاينه دابا. يا ودي قابله التحدي نعم او لا؟ انا سمعني قابله التحدي اختي. انا نقول لك ضد اي وحده. سمعني بحكم انه انا عندي بنياتي. انا ضد اي وحده انها تمشي لاي بلاصه وتبيع شرفه غير هو اللي قابل للتحدي يتفضل. هذا هو التحدي. اللي قابل للتحدي مرحبا. جميع واحد طايح لي ما نعرف واش اللي قابل التحدي مرحبا. التحدي هو كالاتي. نطلعوا في لايف خليجي نسولوهم واش تعرف على الجزائر واش تعرف على المغرب. النقطه الى السطر. واللايف يكون عشوائي. لايف عشوائي نقلبوا اللي يطلع لنا اللايف اللي يطلع لنا نطلعوا فيه واش تعرف على الجزائر واش تعرف على المغرب. سي بون. هذا هو. ودوك عودة الى الموضوع اللي راني دايره هو لماذا المغربي لا يدعي بما يملك ويدعي بما لا يملك. ترامب يا جدك وحفتر يا جدك. هذه العقليه وين تتقلعوها. انا كجزائري عندي رئيس اسمه السيد الرئيس عبد المجيد تبون يقول انا ندير. بدي دوك حيهربوا لنا كاع الزبائن بهذا الوجه مراد. انا عندي رئيس في الجزائر اسمه السيد الرئيس عبد المجيد تبون يقول لك انا ندير. انا باسم الجزائر ولا قررنا. يقول لك قررت ولا قررنا. انتم في المغرب مثلا على سبيل وهذه الصوره معبره بحكم أن التصريح الاخير ردود الافعال التي صاحب التصريح الاخير للسيد ستيف ويتكوف اللي قال لك 60 يوم انتم اولتوه على طريقتكم ما يهمناش. دايرين هذه الصوره غوكونيتر لو صحراء ماروكان افوار ترامب اون انمي. علاش
ولات عندكم هذه العقليه انكم تدعوا بناس واحد اخرين. قول لي انا المالك يدير، انا المالك يدير، قال له كان ما ديروش المالك يدير، علاش تطبلوا الناس واحد اخرين؟ هذا هو الموضوع. تفضل اللي عنده شي جاوبنا يتفضل في الموضوع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخويا تنتمنىكم تبركوا على داك البوطون اليمين مع شرينا البوب كورن وشرينا الشيبس. والله الا بغينا نتفرجوا بالله، بغينا نتفرجوا. واش من البوطون؟ ما فتيناش. عجبتك الصوره؟ عجبتك الصوره ولا ياسير؟ نتاع ترامب، على عجبتك ترامب الصوره؟ اليمين عندك ترامب. عجبتك الصوره؟ والله الا عجبتني دي اخ. هاد الصوره وتمثلك هذه الصوره؟ تمثلك هذه الصوره؟ تمثلني. حنا خويا ضعاف، حنا ما بيتيناش. حنا الله يكون بالعوان ديالنا، ماشي شواكر بحالكم. جبنا لكم والله غير ترامب. ياسير هكا كي تستعرفوا، والله غير هكا بيان. لا مستعرفين. هكا استعرف هكا. انتم والله الا شواكر وصحاح، انتم تبارك الله. بيان سور خويا العزيز، شواكر وصح. والدليل انه شوف صوركم. جبنا لي هذاك ترامب بركوا عليه. انتم شوف تقدتوا به، والله الا تقدتوا به انتم تبارك الله. راه واش تتوقع ان شاء الله وراء 30 اكتوبر ياسير؟ ما تنتوقع والو. انا شاري البوب كورن تنتسنى. هذه هضرتي ياسير، هذه هضرتي. والله لا هضرت العالم كامل. لا هذه هضرتي. هذه شوف بوب كورن، شري بوب كورن. هذه هضرتي. قلت نجيب الشيبس ونجيب البوب كورن ونستنى مور 30 اكتوبر. هذه هضرتي. ما تزاد انت كاع. ما تهضرش هضرتي، هضره واحده اخرى. انا اللي قلتها. هضرت وانا كبر منك في العمر. كيفاه؟ انا كبر منك في العمر ب 10 سنين، وبعد تقول لي كبر وهضرت. كيفاش بنقلدك وانا تنستعملها 20 ولا 30 عام؟ انا راني في اليوم الرابع توالي راني نقول باللي من وراء 30 اكتوبر راني حنجيب كرتونه تاع شيبس ونطلع الناس. شوف هضرت ماشي مشكل. حنا غنشريو الحمص، نسلقوه ونجلسوا نبقاو ناكلوا فيه. وشنو هي المناسبه؟ انا عندي مناسبه. انا قلت باللي مور 30 اكتوبر راكم حتخوروا اكبر تخويره اللي هي انكم امنتم باللي راكم حتحسموا الملف 30. ماشي مشكل. انت وشنو هي المناسبه اللي حتشري الحمص؟ وشنو هي المناسبه اللي حتشري الحمص؟ بغينا نشوفكم فاش تبركوا هذاك البوطون اللي والله العظيم هذاك الحمص. وين هذا البوطون؟ هذا تاكلني ما كانش نبرك في بلاصتكم. هذا لا ماشي هذاك اش بغيتو هذاك ما تصالحوش. اش بغيتو شي يصلح مع المراريك الله يهديكم. وشنو هذا؟ الليم هذاك. وعلى اساس واش نبركوا على هذا البوطون؟ بركوا عليه باش نشوف واش بغيت تفرقع، واش بغيت تفرقع شي حاجه، واش بغيت تخرج. صح. على اساس واش نبركوا على هذا البوطون؟ على اساس واش؟ على اساس نتوما شواكر والنيف. صح. انا واش هي الفايده تاعي؟ انا واش هي الفايده تاعي؟ اسمعني. انا هذه كعرف واش مكتوب لهنا ولا ماكش عارف؟ كفاها افوار ترامب اون انمي. واش معناتها؟ شوف انا تنعرف. انا والله سولت ولدي الصغير قلت له اش معنيت مدار، قال لي هذاك راه ما تتغلبش في هذاك الشيء وعنده واحد القوه خارقه. تقدر تقول لي واش معناتها ياسير؟ تبيع لنا شي النقاش؟ تقدر تبيع لنا تهضر لنا واش معناتها هذه؟ انا سولت قلت له مدار شنو هما، قال لي تقدر تقول لنا تجاوبنا وشنو هذه ياسير؟ راك كبير عندك اطفال ما تكونش باسل. راه عندك ذراري يعني على الاقل تكون اب وتمارس كون راجل صاحبي. خلينا من البساله تاعك. عندك واش تجاوبنا على هذه؟ ما تنقلش عليك بساله الحساده. ما تنقلش ماشي راجل. جاوبنا اخويا العزيز مادام طلب كاس ماشي انا طلعتك. قلنا واش معناتها هذه افوار ترامب اون انمي كي قلت لي وركوا على ما عرفتش مفاجاه. راه بوطون حمر هذاك. اسمها هذه ما فهمتهاش وقلت لنا وركوا عليها. قريت ترامب قلت لنا وركوا ديريكت. انتم اللي سميتو عمكم تبون الله يجازيه بخير غادي يبرك على داك الشيء، غادي يمثلكم النيف وداك الشيء غيبرك على داك البوطون وشوف واش بيطرى. ونتمنوا ياسر حبيت نسقسيك في المساء. دقيقه في المساء كنا فاتحين لايف. اسمعني، كنا فاتحين لايف عند واحد الاخ جزائري. طلعت عندنا واحد المغربيه قالت لنا ما بغاوش يستقبلوني اولاد بلادي. درت لهم نداء ما بغاوش يستقبلوني. لذلك اذا كان فيك الخير تقدر تعاون دي المغربيه. قالت لك خاصها الدم، خاصها تبرع بالدم. نقدروا نعرفوا شنو زمره الدم تاعك؟ هذا خويا والله ما عرفت الدم ديالي، ما نكذبش عليك، وما ساكنش انا في المغرب. شكرا بارك الله فيك ياسير. ربي يحفظك وتسلم لنا على الطفل. الله يحفظك ان شاء الله. شكرا خويا ياسير. شكرا تحياتي. انا المريض اللي قاعد نسقسي فيك وشنو هو افوار ترامب اون انمي. والله غير انا هو المهبول قاعد نسقسي فيك افوار ترامب اون انمي. سي ما فوت نورمالمون سينياليني. وانا انا نقول لك سينياليني خويا العزيز. سينياليني انا نقول لك
ومدارة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك خويا. حياك الله خويا مدارة. تحياتي لك ربي يحفظك. واش بهم المغاربة؟ راك تشوف هادو قتلونا ماشي في مغاربه، أمريكا هادو العبيد. أمريكا. كاين مغاربه وكاين العبيد. هادو العبيد. المغاربه العبيد، مساكن العبيد. راهو يحوس على قوت يومه. المغربي راهو يحوس على قوت يومه مسكين، ويحوس ولاهي في الزيت والسكر كيف يدير له. هذاك هو المغربي مسكين. عايشين غير بالحماية. راك تشوف ها. ترامب واش بها الملكة انا والله ما فهمت والله يا خويا سيدي احمد، عليها. انا الحاجه اللي ما فهمتهاش انه العد التنازلي يبقى لكم 57 راهم من نيتهم مساكن، راهم يحسبوا في اليامات. البارح 58 فيهم 57 وراهم يحسبوا في اليامات. ظانين باللي انه كي يتخلص هذو الشهرين حقيقه الجزائر وطرامب راهو حيديروا لا حول ولا قوه. وترامب الا بغى يدير مرحبا به. هنا بلاد الثوار. هاي الملكة في افغانستان كلات ضروسها، هاي في الفيتنام كلات ضروسها، تجي الجزائر مرحبا بها. بصح وشنو كاينه حاجه نبداو بهم قبل ما نبداو بالماريكان. ايه نبداو بهم نكملوهم هما ومن بعد نزيدو نكملوا مع الماريكان. لا شوف سيدي احمد، شوف باش نتكلموا بكلام موضوعي. حنايا دوله مسالمه وما نضمروا الشر لاي بلد في العالم، واللي يبغينا نبغوه، واللي حاب يدير معنا علاقات نبنوا معه علاقات، وماشي حنا اللي نغربوهم كاع ولا ندخلوا في مشاكل مع كامل البلدان. حنا نتكلموا. انا شخصيا راني داير موضوع ونقول للمغربي اللي ترسخت في عقله انه يدعى بالقوه تاع ناس واحد اخرين، علاش ما يدعاش بقوته هو؟ يقول بلي انا ندير وانني غندير وغنعمل. ما يدعاش، ما يقوليش ترامب وما يقوليش ماكرون حيدير لكم انا نقول لي انت وشنو وريني حنت يديك. السلام عليكم. من الانسان اللي عايش 2025 مازالو يمسح في الصباط وخياته في ساحه الفناء وما يقدرش، ما اوني با لو ميم مع الاسف الشديد. او ميم طون اوني فيير ات الجيريان. دونك عندنا دم الشهداء ما مخلوها فينا. يجي ترامب ولا تجي اسرائيل ولا اللي يبغى يجي اوني لا مرحبا باللي جا. ربي يحفظك الاخ سيدي احمد خويا الزين سيدي احمد نحبكم كامل يا اخو. مام اللايف تاعك ما شاء الله. ربي ينعم عليك، ربي يجازيك. الله يعطيك الخير خويا مدارة، حياك الله. ربي ينعم عليك، تحياتي لك. ان شاء الله. السلام عليكم. الله يحفظك مدارة، الله يحفظك. اللهم امين. ربي يحفظك ان شاء الله. بالمناسبه عمي عبد القادر نافيغا وقال لكم ودع لكم واحده الدعوه. وراه عمي عبد القادر، يا عمي عبد القادر وينك يا عمي عبد القادر. سبورت شوف حكيم فريند دقيقة، تشوف وراك يا عمي ها، او قالها لكم عمي عبد القادر. شوف قال لكم اللي سينيالي مدارا ندعي ليه دعوة الشر ودعوة المريض مستجابة. ادعوا له بالشفاء خوتي، ربي يحفظكم ان شاء الله. ادعوا له العمي عبد القادر بالشفاء، ادعوا له بالشفاء. Et vous ont demandé de revenir ou pas? Ils vous ont fait une demande officielle de... Vous êtes convoqué? السلام عليكم مدار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شنو السؤال؟ هو علاش حنا من معولين على الامريكان وفرنسا؟ وي خويا، وانتم علاش معولين على البلدان الاخرين؟ هجموا علينا وحروا الصحراء وخذوا الصحراء عطاو الصحراويين. اسمح لي خويا العزيز، وشنو حنا معتمدين على البلدان؟ جنوب افريقيا، اسبانيا، فرنسا. حيدنا لكم فرنسا، حيدنا لكم اسبانيا. اسمح لي دقيقه فقط بالك باش نفهم الموضوع. الا كنتو رجاله هجموا علينا، شدوا ديالكم وجيو حيدوا لنا الصحراء. الا كنتو رجاله اسمع الاخ دقيقه فقط. بهجموا عليكم خويا العزيز. انا يلا الراجل كنتسناو نهجموا عليكم. لحظه يا اخي لحظه. اولا مخبيين مورا بوليساريو. اجو خذوا لا حول ولا قوه الا بالله. يا اجو خذوها من فضلكم نحاول نربحناكم في اللعب ديالكم، باش نتعاملوا معكم بطريقه عيانه. شوهناكم، بهدلناكم. اقسم بالله اللي عبيد خلونا نحترموكم يا صاحبي. الا راكم باغيين نديروا نقاش كي البني ادم ماشي كيما الحيوانات، احترم نفسك باش نحترمك. اللي راهو يقول لك تعتمدوا على دول اخرى. دقيقه شيخ، دقيقه يا شيخ، لحظه.
وين راك؟ دقيقة تشوف دوك تفهمني، باش تفهمني شيخ، دوك تفهمني. وما يهددنا حتى واحد ولا يسبنا حتى واحد، اللي بغى يسب ولا اللي بغى يندب ولا اللي بغى يهدد ما نتخلاش على الصحراء الغربية. هذا ما يدوا حقهم ومن بعد نسمعوا الخير على بعضنا بعض. فيش والتلفيق والامور هذه وفي حتى اشقاء على حسنيه يقول لك اودي فتحوا الحدود والصحراء. لا الحدود ما تغلقتش على بال الصحراء الغربيه، الحدود تغلقت لاسباب اخرى. 63 سنه استقلال، حدودنا مغلوقه اكثر من 45 سنه. اذا الانسان يتكلم بالواقع، لا تبغي تحل المشكل ما تلفق لي اكاديم، ما نلفق لك اكاديم. الشعب هذا باغي استقلال. احنا ماذا بينا ما نكونوش صحراويين اكثر من الصحراويين. الحل اللي قبلوه الصحراويين رانا قابلينه، ما نزايدوش عليهم. الحلول اللي ما قابلينها ما تفرضش عليهم، ما دامني انا موجود في جوارهم ما نخلي حتى واحد يفرض عليهم. هذا ما كان. سي بون، فهمت. لحقتك الرساله انت ولا غيرك؟ انا كجزائري نقول لك انا ندير، ما نقولكش فرنسا غادير لكم ولا امريكا غادير لكم ولا ترامب غيدير لكم. فهمت دوكا؟ لحقتك الرساله؟ سي بون. قال لك الرئيس تاعي ما دامني موجود ما نخلي حتى واحد يفرض على الاخوه الصحراويين. انا نهضر باسمي، انا ما ندعاش بغيري. هذا هو الفرق بيني وبينك. اذا ما نورمالمون تكون هكا، فهمت؟ هذا هو موضوعي لنهار اليوم. لماذا لا تملكون الجرأة للتحدث باسمكم وتتحدثون باسم غيركم؟ هذا هو الموضوع. اللي عنده شي يقول لنا في الموضوع يتفضل يطلب جاست، واذا ما كانش محترم نمسح بك الارض، واذا كنت محترم ابادلك الاحترام والصلاة على النبي الحبيب. زاكي شكرا، تحياتي. وين مدار؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلشي مزيان؟ الصحة؟ الحمد لله شكرا. بارك الله فيك. تبدا انت ولا نبدا انا ولا؟ لا بديت انا وطرحت سؤالي، اذا عندك اجابه تفضل. بارك الله فيك. الله يودي. اخويا غوكونيتخ لو صحراء ماروكان ولا هو السبيل الوحيد ديالكم اخويا للنجاة. انا ما غاديش نجبد لك دابا ترامب ولا ماشي ترامب ولا انا غادي نقول لك غير واحد المساله. حنا من 75 حنا مضاربين معكم، متفقين؟ راهي بيان صح. اذا كان ممكن تقول لي فقط وشنو تقصد بها السبيل للنجاة، هذه فهمني فيها ومن بعد كمل. تفضل. لا وانا جايك في الهضره، روح تفضل. خليني نعطيك بعدا كاين التيوري هاد ديك الساعه لو نديروا الاناليز نديروها. لا انا شوف في الحقيقه الاخ سيمو، انا انسان في حياتي ملي كبرت وانا انسان نستعجل. اذا كان ممكن نروحوا ديريكت، نروحوا في صلب الموضوع. واش تقصد بالنجاة التحكم والاعتراف بالصحراء المغربيه؟ نروحوا ديريكت في صلب الموضوع. تفضل، خلينا من التاريخ. والله الا هادشي اللي كنجاوبك اخويا، والله الا هادشي اللي كنجاوب على السؤال. يلا تفضل اعطينا في الموضوع. تفضل. ريكونيتخ لو صحراء ماروكان هو سبيل النجاة ديالكم. علاش؟ انا كنقول علاش. من 75 حنا مضاربين معكم. دابا الاخ المغربي الاخر قلتي ليه كتجيبوا ترامب باش يدافع عليكم، الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل والصهاينه والمهاينه الى اخره. ولكن خويا مدار، السؤال اللي بغيتك تجاوبني عليه باحترام، انا نتوما من 75 عندكم اكثر من 30 دوله كتدافع عليكم في الميدان وغير الميدان. نعطيك الدلائل، ماشي تقول لي انا كنطرطر ولا ما نجيبك لا كتاب لا اللابتوب نحلوا لك والو. غادي غنعطيك 30 دوله ثم مخبين موراها وهي كتدافع عليكم، ورغم ذلك هزمناكم شر هزيمه. الدليل على ذلك نعطيك الدليل، عندك تهبطني ولا شي حاجه. الدليل على ذلك جميع المعارك اللي خدتوا معنا في شرق الصحراء المغربيه ديالنا هزمناكم. امقاله 1، امقاله 2، بئر انزران، قلت زمور، جو بونس قندوز، هادو كلهم طحناكم فيهم مع 30 دوله جايبين.
جايبين كوبا، جايبين سيمو روسيا. نعم تفضل. هذو الدول 30 دوله اللي كانت معانا اكثر من 30 دوله. شحال كاين 40 اكثر من 30 دوله. يتسمى شحال نديروها 40 اكثر من 30 دوله الله اعلم. لا انت لا انا شحال 35 ما يهمناش اكثر من 30 دوله. هذو 30 دوله قدرتوا قدرتوا انكم تحكموا كاش واحد راهينه منهم من هذو الجنسيات؟ اوكي نجاوبك ما كاين حتى شي مشكل. بارك الله فيك. روح برك جاوبني روح تفضل روح جاوب. دابا انت قلتي ما كنحترموكش وانت كدير هذا. والله غير ما سبيتك يا اخي الكريم. سؤال سهل وبسيط. اذا قدرتوا من 30 دوله هذو اللي حاربتونا اللي كانوا معنا يحاربوا قدرتوا تكونوا يا اما تحكموا راهينه منهم ولا تقتلوا واحد فيهم؟ تفضل. عطيتي السؤال ودرتي يلا تفضل جاوبني. روح لانك زيرتك شويه. شوف خويا العزيز، هل تعلم ان من 75 عندكم دي زيكسبير ميليتير روس، الصين، ايران، سوريا، مصر، كلهم عندكم. علاش؟ حيت نتوما سيمو 30 دولة اللي كانت تعاون فينا وتحنطونا معاهم، هل عندكم جثة ولا عندكم واحد حكمتوه كراهينة من هذو الدول؟ تفضل. شوف اخي العزيز، انا ملي كنقول لك حاربوا معنا ما كنقولش في الميدان فقط، انا كنقول لك التسليح ولا لي زيكسبير روس. مانيش فاتح سبيطار مهابل انا شباب. وبالمناسبه اللي كانوا يحاربوا مع الدول وبالدليل والحجه والدليل، مثلا على سبيل المثال كي نقول لك بلي انه كانوا يحاربوا معك الدول، نعطيك تصريح السفير الفرنسي في مملكه مراكش عندما قال انه طائرات الجاكوار الفرنسيه كانت تطارد لتروب صحراوي. من بعد التفت الى المسؤول المغربي اللي كان قدامه قال له كومون فو كاليفي ايسي، كيف تقومون باطلاق عليه ما هو المسمى اللي تسموه لنا في المغرب على الصحراويين؟ لي تروب دو بوليزاريو. ما قالوا لي تروب دو بوليزاريو كومون فو كاليفي ايسي، قالوا طائرات الجاكوار الفرنسيه هي اللي كانت تحارب في الصحراويين. واش من طحنت انت؟ واش طحنت انت؟ الحاجه الوحيده تطحنها سبيان عصير ولا دير الشاي، هذه الحاجه الوحيده تعرف ديرها. قالوا طحنت. اعاده افاده اللي ما على بالش الموضوع وشنو هو. ها هو الموضوع. وما يهددنا حتى واحد ولا يسبنا حتى واحد، اللي بغى يسب ولا اللي بغى يندب ولا اللي بغى يهدد. مرشقتني الديكلاراسيون ترشقني هذه. يدوا حقهم ومن بعد نسمعوا الخير على بعضنا بعض. فيش والتلفيق والامور هذه وفي حتى اشقاء على حسنيه يقول لك اودي فتحوا الحدود والصحراء. لا الحدود ما تغلقتش على بال الصحراء الغربيه. الحدود تغلقت لاسباب اخرى. 63 سنه استقلال، حدودنا مغلوقه اكثر من 45 سنه. اذا الانسان يتكلم بالواقع. لا تبغي تحل المشكل ما تلفق لي اكاديم، ما نلفق لك اكاديم. الشعب هذا باغي استقلال. احنا ماذا بينا ما نكونوش صحراويين اكثر من الصحراويين. الحل اللي قبلوه الصحراويين رانا قابلينه، ما نزايدوش عليهم. الحلول اللي ما قابلينها ما تفرضش عليهم، ما دامني انا موجود في جوارهم ما نخلي حتى واحد يفرض عليهم. هذا ما كان. صلاة على النبي الحبيب. يلا شكون يجاوبنا في الموضوع؟ الموضوع بارك الله فيكم. بال طلعتك ولا طلعتك مش عارف انا، ماكش اللي عندي لهنا في الكاس. دي زاد. السلام عليكم اخي الكريم. مرحبا بك، تحياتي ليك. هذه غيبه خويا العزيز. سامري في شحال ما طلعتش في اللايف. مرحبا بك خويا العزيز. انا بغيت نمد رايي خويا باش نكون تفضل خويا العزيز. بالنسبه لهذا الاقتراح اللي دارها ترامب، ديجا اولا امريكا عمرها ما كانت دوله تبادر الى السلام. امريكا دوله قامت على الحروب. امريكا ديجا اش يقول لك ربي سبحانه في القران؟ يقول لك وتلك الايام نداولها بين الناس.
امريكا تعرف غايه الجزائر شكون، لانها الدوله العربيه الوحيده اللي كانت ترغمها باش تخلص دي تاكس باش تفوت على البحر الابيض المتوسط هي الجزائر. دونك هما يعرفوا يديروا لا ديفيرونس، يعرفوا يديروا الفرق والفارق بين الجزائر وباقي الدول العربيه. مع احتراماتي لباقي الدول العربيه، نديرهم كاع في كفه وندير الجزائر في كفه اخرى. داكوغ، هذه الحاجه الاولى. وتقارير امريكيه، مؤرخين امريكان هما اللي يقولوا هذه الهضره، ماشي انا اللي نقولها. وديجا انا تاسفت على في وقت مضى هدرت مع مؤرخ انه الامريكان هما بنفسهم يشاهدوا على نفسهم، ماشي احنا اللي نذكروا به الناس. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، هم يدركون احسن ادراك ان الجزائر ليست بدوله، كيفاش نقولوا، l'Algérie ne cède pas au chantage. c'est-à-dire الجزائر مش من الدول اللي كيدير لها الشونطاج توبتي اون ريزيستانس، كيفاش نقول لك، ماشي كيدير لها ضغط تكون عندك نتيجه من بعد داكشي. الجزائر العكس، الجزائر اذا بغيت يكون عندك مصالح معها سادير تعامل معها بالدبلوماسيه، والدبلوماسيه الراقيه والساميه. هذه الحاجه الثانيه. ترامب سياسيا هو بوليتيكمون إلي مور، هو راه ميت سياسيا. امريكا راهي تعيش في اوراقها الاخيره بالنسبه للنفوذ العالم في العالم، لانه اليوم كاين امون بيبولار، كاين روسيا، كاين الصين، كاين قوى واحده اخرى ظهرت. وخير دليل على ذلك انهم نهار اللي بغاو يبروتيجوا الكيان الصهيوني من الحرب مع الايران، يزون فيني باغ نيغوسي. دونك حاجه اخرى. انا تبان لي هذه اوراق راه يدير فيها رئيس ترامب باش يبين للعالم انه هو سي ان اكتور دو بي دون الموند. ولا بروف اكبر دليل على ذلك هو الشيء اللي صرا نهار اللي كانت كاينه روسيا كانت دايره مؤتمر مع الدول العربيه، هو في نفس اليوم راح دار قمه شرم الشيخ، وكاين فيها قصه مور هذا الشيء. بغا يبين باللي هو زعما يحوس ايزولي روسيا ويجبد ليه الدول العربيه. انا نظن باش ما نطولش على اخي الكريم انه هذا سبيكتاكل. والحاجه اللي عجبتني في كامل هذا الشيء انه الجزائر مام با ما ردتش، والجزائر غادي تخليهم يتمناو حتى دقيقه تيرا تعطيهم 7 وغادي يضرب البوطون اللي راهي في لادروات تاع خويا لاسيس افوار ترامب كوم امي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا اخ ديزاد. انا نقول لك لا هذه ولا هذا، لا هذا الزر ولا هذا الزر، لانه الجزائر الان تعرف كيف تساير وكيف تسايس مصالحها. هذه الصوره يروج لها العبيد. انا خذيتها اخي ديزاد والناس اللي تحققت بنا الان. هذه الصوره يروج لها العبيد من مملكه مراكش، وانا خذيتها كموضوع من اجل التساؤل لماذا المغربي ما يدعاش بالامور اللي تخصه، هو يدعى بامور تاع ناس غيره. اذا كنت تكلمنا على تصريحات يقول لك ممثل مالي في مجلس او في الجمعيه العامه قال عليكم. اذا تكلمنا على التوترات في المحيط الجزائري يقول لك باللي قويطه راه حيدير، حفتر حيدير. تصريحات ماكرون قال، الاخر قال، يعني مساكن كل يوم هما كيما احنا نقولوا بالعاميه تاعنا من حجر لحجر مساكن. مع الاسف الشديد. علاش خويا ديزاد؟ بحكم انه المراكشي ما عندوش مسؤول راجل. المراكشي خويا ديزاد ما عندوش مسؤول راجل، ما عندوش مسؤول تاكل على قاد على شقاه، ويخاف لو كان يدير تصريح يبات في ندامه. هذا هو الفرق. لذلك أنا رسالتي وتمنياتي لهذا الشعب الجار أنه على الأقل في قادم الأيام كي تروجوا الحاجة روجوها تكون خاصة بكم أنتم. تصريح إما يقولوا وزير خارجية، يقولوا ممثل أو مندوب المغرب الدائم في الأمم المتحدة على سبيل المثال، ولا قالوا الملك، هذيك حاجة هذيك افيك بليزير كاع. نتمنوا انك خاطر نسمعوا الملك هو يقول. كما قلت خويا عزيز، باش نعقب فقط على شي قلت في طريق الى بغيت. كما قلت من السياسات من حجر لحجر. انا عبالك اقسم بالله العلي العظيم، الحمد لله اللي جيت جزائري، باسكو نحشم كون جيت انا سياسه بلادي نشوفها في لا رياكسيون تاع شي يقولوا الاخرين، هذه تستقوى بالاخرين. عباك هذه تاع مازال اخي الكريم تاع تقارا واحد يجي باش يفرض عليك، باش يفرض السلام، باش يفرضك كيفاش كطرف في النقاش. انا كجزائري كي نبغي نشوف لا ريبونس اللي غادي تندار، شوف بلادي شاد ديسيدي، ما نشوفش واحد اخر يفرض عليا. صدق حنا ماناش باغيين هذه مصالحه سياسيه بان ايفيدون، مش نهضر على حاجه اخرى. وهما باغيين صدير مقابلين، صدير كنت قبل الجزائر هما مقابلين، ما عندهمش مانع. وهذا تعد مازال يا اخي. اون توكا انا بالنسبه ليا انا
مالغري كاين بالك شي صوالح ما نتفقش معاهم بالك في السياسه الخارجيه ولا في السياسه الداخليه، ولكن بلوتو في السياسه الداخليه، ولكن في السياسه الخارجيه نتفق مع كل حاجه، وقسما بالله العلي العظيم تديرها الجزائر انا اثق فيها ودافونس كما يقولوا من قبل ما نشوفوا شنو غادي يصرى. انا على بالي بلي السياسه اللي غادي ديرها الجزائر مليح، وهذا سي ميم با ان ايفينمون، هذا لا حدث، سي ان نون ايفينمون بالنسبه لنا. حنا راه عندنا صوالح اخرين، انا نتكلموا على بيدجي تاع الماليه اللي هو اكبر اضخم بيدجي من دوبي الاستقلال تاعنا، ونشوفوا صوالح اخرين. وانا كي قلت لك الزر الايمن على بالي بلي الجزائر لا غربيه ولا شرقيه، الجزائر جزائريه، وهذه سي ان برينسيپ اللي تفوندات عليه الجمهوريه تاعنا، وهذه حاجه الاخ ديزاد انا على بالي باللي المجال تاعك هي السياسه الفرنسيه، وعلى بالي باللي وعندك شحال ما حضرتش معنا. اذا كان ممكن ناخذ نفتحوا قوس مع اخونا ديزاد ومن بعد نكملوا مع خاوتنا. تقول لنا ما هي اخر المستجدات حول الساحه السياسيه في فرنسا؟ اخر المستجدات لو بروميي مينيستر هذا اللي ندار، الوزير الاول اللي داروا في بلاصه لو كورنو، هو كما يعتبروه كثير من السياسيين، هو يقول لك ليس بصديق للجزائر، ولكن هو انسان ماكروني، صديق من الحزب تاع ماكرون. هو كان يشتغل ديجا مدير تاع الشرطه، مدير عام الشرطه في مدينه مارسيليا، وبالنسبه للعمل الجيد اللي كان يقوم به طلعوه مدير الامن الداخلي العام تاع الشرطه العام في فرنسا، وعرضوه ديجا. بدات لي كريتيك الانتقادات الذي عددته، باسكو نهار اللي جا بين ديريكت بلي راه باغي يكون مش من جهه الجزائر، ولكن باغي يكون مع مصلحه فرنسا. والحاجه هذه اللي ما قدروش يدوها دي برومي مينيستر اللي كانوا قبله. صدير هذا ما تقدرش تقولها في الكونترير، مراش العكس تماما تاع اللي كان قبله روطايو، ولكن راه في قاضب البوصله. انا نظن انه الناس كيما هذا هما اللي يصلحوا في السياسه تاعهم مع الجزائر. حنا ما بغيناش واحد يكون برو الجيري ولا اونتي الجيري، ولكن نظن انه كون يقعد في هذه السياسه اللي راه يدير فيها، راه ينقي في الوزاره تاع. وفيما يخص برونو روطايو، هل ذهب بدون رجعه ام انه اكيد ومن المؤكد ان حنصيبوا برونو روطايو صغير في الحكومه الجديده؟ برونو روطايو امبوسيبل يعاود يرجع في الحكومه هذه تاع ماكرون، ان توكا حتى 2027 امبوسيبل يعاود يرجع، باسكو لو باكت اللي سينياه هو انه ما يرجعش مع ماكرون. اباري لا صارت معجزه واحده اخرى، طاحت حكومه بغاو يعاودوا نيغوسيو. علاش؟ باسكو برونو روطايو البارتي تاعو لي الار لي ريبوبليكان، عليكم السلام، هو ديسيدا باش يخرج هو كاع اللي دارها في هذا العام، باش يبين باللي هو رئيس مليح باش يخون. باسكو شوف كاين هنا كاين اليسار وكاين اليمين. في اليمين كاين تاع زمور، كاين تاع لوبان، وكاين تاع روطايو. هو في اليمين كان عنده 4% كاع في فرنسا، صايدير في اللي فوطاو كاع في 100 فرنسي كاين 4 فوطاو عليه. ديجا كاع لا دروات كانوا 200 وهو اضعف واحد في لا دروات. هو كي جا ما جاش باش يخون لي فوا تاع صحاب لاغوش يقعدوا في لاغوش، هو جا باش يخون لي فوا تاع لوبان ويخون لي فوا تاع زمور، واللي عندها كاع لا ماجوريتي الساحقه ما بيناتهم هي مارين لوبان. صديق جا باش يحاربهم. اليوم راه كاين حرب ما بينه هو ما بين تاع لوبان. لا دانيير فوا نهار اللي اسمح لي نتكلم شويه في بعض الاحيان باللغه الفرنسيه باش نكون سبونطاني، عيطوا له تاع الاخ ديزاد تكلم كيما حبيت، باسكو كاين معنا خاوتنا اللي ما يفهموش مليح العربيه، معليش يقدروا نعطوا لهم ثاني نديروا لهم رايهم ويفهموا باللغه الفرنسيه. تفضل. جزاك الله خير. قلت لك عيطوا له نهار اللي شافوه باللي ما راش متفق تاع مع ماكرون، عيطوا له لي لوبينيست تاع لوبان، قالوا له لا نتفقوا باش تكون عندنا قوه باش نضغطوا على تاع لاغوش ولا تاع السونتر. قال لهم ما نتفاهمش معاكم باسكو كاين واحد الديبيوتي سموه طونغي عايره على المباشر، راه كاين انقسام ما بيناتهم، ونقدر نروح ابعد من هذا الشيء. الى ليموجي خمسه تاع المسائل من خمسه تاع مسائل مهمين ماشي نابورتي في الحزب تاعه، اللي زا ايكارتي باسكو عطاهم الحكومه عطاتهم دي بوست اللي زو اكسبتي. سادي اليوم راه كاين انشقاق حتى في الحزب تاعه داخليا بلا ما نهضروا على كاع الاحزاب تاع لا دروات ما بيناتهم. سادي اليوم راه كاين تشقق كبير عند لا دروات. دونك هو بالنسبه ليه باش يرجع الحكومه شبه مستحيل باش ما نقولوش مستحيل. هو راه يوجد 2027 امبوسيبل يموت، باسكو ديجا لا دروات عمرها لا تفوت، دائما يديروا لها باراج، واذا فاتت لو بان تفوت قبله. هذا بالنسبه للروطايو. بالنسبه لهذا البرومي مينيستر هذا لا دانيير فوا قال حاجه وغادي نحبس فيها، هي اللي تلخص على كل شيء، على السياسه تاعها اللي راه باغي يديرها. قالوا له هو الجزائر مش باغي تعطينا بوعلام صلصال، والجزائر مش باغي تدي الغير مرغوبين بهم عندنا في فرنسا، كيفاش تراك تهضر وتحاول ترجع العلاقات. اش قال لا جورناليست؟ شوف غادي نقول لك هذه ونورمالمون تفهموا المعنى تاع كيفاش يخمم هذا الانسان.
قال لهم انتم راكم تتكلموني على دي زوكيتيف سادير على غير مرغوبين فيهم. قال لهم انا نتكلم لكم على دي زافير اونتي تيرو نتكلم لكم على عمل ارهابي. قال لهم الجزائر اون دي جوي دي اعمال انفجاريه واعمال ارهابيه مع الجزائر. بالنسبه لابيرو اللي خدم فيها هو تاع 10 سنين كي كان على راس المديريه العامه، قال لهم اكثر من دي رونسينيومون سادير معلومات جاوهم من الجزائر، اكثر من 100 معلومه على دي اعمال ارهابيه كيزون دي جوي غراس على جيري. سادير بالنسبه للعمل الاحترافي الكبير للدوله الجزائريه في العمل تاع المخابرات، قال لهم قدرنا نتبعوا جماعات ارهابيه، جماعات منظمه تاع دي مالفيتوريتو. قال لهم تما احنا عندنا مصلحه اكبر انه نسقوا في اعمال اللي هي اكبر في اون تيرم دو سيكوريتي. وقال لهم ما نقعدش نتبع في بوعلم صنصال وفي فلان وفي فلان في نوكيتير. قال لهم الا كنتم باغيين المصلحه تاع فرنسا هي نتقربوا من الجزائر. دونك انا نظن كو هذه حاجه بلوتو يعني الاخ ديزاد، يعني بمعنى اخر نقولوا اذا كان ممكن وهذه راح ديرونجي بزاف جماعه اللي يقول لك انتوما احنا نتكلموا غير على قدنا. علاش نتخيلوا بمعنى اخر انه تم تمريغ انف فرنسا فيما يخص ملف بوعلم صنصال. اكزاكتومون. وزاد ثاني يتكلم لهم صوتك ذكا راهو روعه شيخ، بارك صوتك راهو الله. اسمح لي العزيز باسكو كنت في اللوطو. هو تكلم لهم على هذا الجانب، وكاين دي مومبر باش ما ندخلوش كاع في لي ديتاي، كاين دي مومبر الحكومه تاعه تكلموا على الاقتصاد، على القمح الفرنسي اللي يصبح اليوم عندهم فائض ما صابوش لمن يبيعوه، على لا كيستيون انرجيتيك، على الملف تاع الطاقه اللي صبحت ايطاليا على ديباسي فرنسا من ناحيه لا كوميرسياليزاسيون، سادير تاع لا كوميرسياليزاسيون تاع لي برودوي تاع الجزائر اللي يجوا كسوا في لي زينرجي فوسيل القدم، البترول والغاز المسال، ولا في لي زينرجي رينوفلابل اللي هما المستقبل، كيما البروجي تاع الهيدروجين اللي راه جاي الطاقات المتجدده. بارك الله فيك. على بالهم اللي الجزائر ما غاديش يتهناو منها كي يكمل البترول والغاز، سادير غادي سيرتو ديزاد، خاصه وانه التقارب الاخير ما بين الجزائر وايطاليا يعني قضى مضاجع السلطات في فرنسا. هذاك اصبح قديم يا اخي العزيز. هما اللي زادت قلقتهم كيفاش الجزائر استقبلت وزير اسبانيا. وزير الداخليه. نعم بيان سور هذه قلقتهم وهضروا عليها بزاف وصرات ضجه، باسكو انا كي نشوف حاجه بالمناسبه ديزاد بارك الله فيك، والله يفكرك في الشهاده. بارك الله فيك اخوة الكرام، وهذه كنت حنتكلم عليها في السابق. الجزائر سوف تقوم باستعاده السبعه المراهقين اللي راحوا، يعني الفيديو تاعهم دار ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي، وصل حتى للعالم، وشيء جميل. انا شخصيا يعني ما كنتش نتوقع على انه كانت هناك اعمال وتنسيق في السر. تصريح وزير الداخليه الجزائري السيد سعيد سعيود، وزير النقل السابق ووالي وهران السابق، قال انه هناك تنسيق مع وزاره العدل الاسبانيه من اجل اعطائها جميع المعلومات حول الاطفال القصر اللي غادروا او اللي قاموا بالهجره بطريقه غير شرعيه، من اجل اعادتهم واسترجاعهم صافي ان جرون بليزير. وهذه هي البلاد اللي ما تسمحش في ولادها. انا شخصيا كنت نشوف بانه ملف وطويه، ولكن كانت الناس تخدم في الستر هذا صافي بليزير. تفضل خويا ديزاد. اخي كريم، قلت لك ديجا هذه سي لا فري دبلوماسي، هذه المدرسه القديمه تاع الدبلوماسيه، صوالح لي بروجي دورابل اللي يدوموا في الوقت ينهضروا في السر. دونك حنا شفنا غير شا صرحوا به، مي كاين بزاف مشاريع مع اسبانيا غادي يعاودوا يرجعوا. بالنسبه بيان ايفيدامون بالصوالح اللي يساعدونا، ماشي كيما قبل كنا نجيبوا الاستيراد الاعمى هذاك. دروك الجزائر فرضت روحها كشريك اقتصادي مهم، تحترمونا، سياسه ربح مرحبا بكم مع اسبانيا. فهموا هذا الدرس وفهمتها ايطاليا. واليوم راه كاين تقارب مع سويسرا ومع المانيا على حسب دي ريسورس اللي هضروا عليها. مام هما حنا في الجزائر ما هضرناش عليهم بزاف، وهما هضروا عليهم. قال لك الى الجزائر كملت فيها السياسه، تعزلنا مع في الشرق مع ايطاليا، وفي الغرب مع اسبانيا، وتزيد في من بلجيكا اللي شفت معلومه انه بلجيكا تحوس تقرب من ايطاليا باش تستفاد من المشروع تاع الهيدروجين اللي يفوت على تونس، ايطاليا، المانيا والاوتريش، تحوس بلجيكا تدخل فيه. سادير هادو سي دي زاتو، هادو لي كارت الجزائر تستعملهم كورقه ضغط بلا ما تتكلم بزاف بلا ما دير بلبله. لذا قلت لك انا نظن انه السياسه الخارجيه الجزائر راهي في الطريق الصحيح. وبالنسبه لفرنسا بالنسبه حد الان الامور تسير في الاتجاه اللي يساعد مصالح الجزائر، ولكن منا ورايح نزيدو نشوفوا، باسكو في السياسه ما كاش صديق ولا ما كاش قادر غدوه يتبدل الامور. ولكن بالنسبه لي انا بالنسبه لي هذا الانسان هذا يبان لي فهم درس
كوزير وديجا قال لهم انا كوزير داخليه نتكلف بالامور الداخليه. قال لهم ما تقارعوليش نروح ندير كيما اللي كان قبلي ونتكلم في شؤون خارجيه. قال لهم انا بالنسبه لي الامن الداخلي لفرنسا اهم شيء بالنسبه لي، باسكو هذه من المصالح تاعه هو باش يدافع عليها. قال لهم انا من مصلحتي اني نتقرب من الجزائر ونتفاهم معها. ولما حلهم انه قضيه حسن صال ما عندها ما دخل فيها، وقضيه علي زوكيتياف هذوك اللي غير مرغوبين فيهم هذيك تتعاد قضيه ثانويه، كاين قضايا اهم منها. اخ ديزاد بارك الله فيك، شكرا جزيلا. ماي وورد فريد تحياتي لك. شكرا ديزاد، نعاودو نرجعوا لك. مراد كرشاش شكرا جزيلا، بارك الله فيك اخي الكريم، تحياتي لك وشكرا على دعمك، وحتى الاخوه الكرام لهم لهنايا، وبارك الله فيكم على البارطاج وعلى التكبيس. واذا كان ممكن اذا تفضلتوا الاخوه الكرام زيدوا لنا شويه في الهمه تاعكم، اعطونا حمله تاع تكبيس، بارك الله فيكم فضلا وليس امرا اذا تكرمتم طبعا. خونا نوميديانو قال لك با دو كونفيونس افيك لا فرانس. هذا سوف نرجع لهذا التعليق. هير وي جو. السلام عليكم، تحياتي لك اخي الكريم، مرحبا بك. اذا حبيت نوري لك فقط صوره وكمل من تفضل خويا عز. بيان سور تفضل. بغيت نوري لك فقط واحد الامر. تفضل خويا. تشوف فيها صاحبي، تشوف فيها وين راهي هذه وين الصوره معكوسه على الحمود راك تشوف فيها راهي تبان. ايه راهي فوق السياره. ايه ما نروحوا وين راك اخي؟ في مدينه في ليون هنا. ايه الله يبارك. بصح بغيت نوري لك الحمود باللي هما نروحوا تمشى معنا اخي الكريم. وي يعطيك الصحه اخويا العزيز. شكرا، بارك، اسمح لي على المقاطعه، بارك الله فيك. شكرا. عادي مرحبا بك اخي، مرحبا بك العزيز. السلام عليكم مدار المستمعين الكرام، تحياتي لك، ربي يحفظك. بالمناسبه نحييك خويا ديزاد لانك يعني في فرنسا وتتناقش وتدافع على الجزائر في قلب فرنسا، وما عندك حتى حاجه، يعني انك لا تأبه لأي شيء. تكلم من قلب فرنسا على السياسات الفرنسيه. تحياتي لك والله، بارك الله فيك. جزاك الله خير، بارك الله فيك اخي العزيز، بارك الله فيك خويا العزيز. ارتيزون مالك، مرحبا بك العز الغالي. حتى ارتيزون مالك ثانيك، تحياتنا ليه، ربي يحفظه. تهضر على 7 يهدف. هير وي جو. تحياتي لك، السلام عليكم. بوان فون. تحياتي. وعليكم السلام خويا مدارة وكل المستمعين الكرام. بالك هذا المراكشي ما حبش يتعلم، لذلك عندهم مظاهرات على التعليم والصحة. كيف هذا سيم المتوحش. يعني حتى كل الدبلوماسيين بنفس تفكيره. تقول لي انا هزمتك في كلام وارض عندي. نعطيك مثال مدارة، مثلا انا دابزت مع واحد الطفل صغير، كنا دراري صغار، دابزنا الكرة تاعي، هو يقول الكرة تاعو، دابزنا ديت له الكرة تاعو، ويحكي لدراري صغار انه ضربني ودرز عليا، ويسقسوا وراي الكرة، يقول لهم داها لي، دوك نجيب له بابا ونسترجع الكرة. بعد هذاك يجيب لي باباه باش يسترجع الكرة تاعو. كيفاش يشوفوها الاطفال الاخرين، وفهم الفهم. ما دارش نرجعوا لهذه خويا هيرويغو. هذه الصوره تلخص كل شيء، هذه الصوره تلخص كل شيء. نعطيك فيديو يلخص اكثر من هذا الاقتباس. تفضل خويا. لن يرضوا عنك حتى تتبع ملتهم. ما يرضوش عليك. لن يرضوا عنك حتى تتبع ملتهم. يعني تسمح في شخصيتك وتسمح في أصلك وتسمح في ثقافتك وتمشي بهم يتبناوك. هذا هو. ما يرضوش عليك. وكاجي مدار. صباح الخير. بارك الله فيك، تحياتي لك. شكرا هيرويغو، تحياتي لك العزيز الغالي، تحياتي لك، ربي يحفظك وربنا معك ان شاء الله. يا الله. الاخ الموالي منقل. السلام عليكم مدار. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سلام كل الحضور. ديزاد 31. السلام عليكم. مليك سيتي مونطون. السلام عليكم. عليكم السلام. اخ مدار، انا عندي واحد الرأي شخصي حبيت نوصله ان شاء الله في هذا اللايف هذا. انا عندي بزاف كنت باغي نجي نطلع لي لايف تاعك، ولكن كاين بزاف كيما مرحبا بك الاتباع. نطلعوا خونا ارتيزون مالك، نسلموا عليه. ارتيزون مالك او صديق لنا في اللايفات. ارتيزون مالك. تفضل. باختصار انا عندي ان بوين دو في ديفيرون على واش راه صار درك في هذه القضيه هذه تاع الصحراء الغربيه مع المخزن.
الذي لا يعرف سياسة أمريكا فهو إنسان غافل أو مغفل، لأن أمريكا عندها سياسة واحدة فقط، ليست سياستين كسواء الجمهوريين ولا الديمقراطيين. الهدف نتاعهم هو أمريكا، كما قال ترامب في أمريكا فيرست. ليزاميريكان ديفوند زانتيري، لأن ليزانتيري تاعهم وين يلقاو ليزانتيري تاعهم يروحوا ليزاميريكا. باش نقولوا بالمثل تاعنا في الجزائر، جاي يسعى والضر تسعى. شفت هذه الحكايه هذه تاع 60 يوم وتديروا الصلح ولا هذا الامر هذا راح ينقلب على المخزن. دوك نقول لك علاش ينقلب عليه. اول من طلب بالاستفتاء نتاع الصحراء الغربيه تسمى له ريفيروندوم، هي في الاول هي فكره امريكيه جات من عند كيما نقولوا احنا لو كونغرس امريكان، سو كي اون دوني هذا لوكازيون دو دير باللي لازم الصحراء الغربيه تفوت على الريفيروندوم، وعطيهم الكلمه وإلا بغاو يوليو احرار في بلادهم هم احرار، لا بغاو يوليو تحت السلطه المغربيه فليكن كذلك، وما باساو تشوز ونفوتوا حكايه اخرى. درك ترامب هذا بانت لهم بلي راهو معاهم يدافع على المروك، alors que ترامب يدو ديفون كو لي زانتيري دو لامريك. واش راح يصرى دركا؟ الجزائر كيما يقولوا مفروغ منها، مش راح ترد على الاقتراح الامريكي كيما نقولوا احنا باللغه الفرنسيه. جو ميسكو دي تيرم عمي تبولي انا رينا فوتر دو ترامب وسكيل بونس ولا سكي بو دير كسوا هو ولا واحد اخر داير. حنا اللي روس اللي رانا معاهم وعندنا علاقات معاهم قويه، وعندنا معاهم يعني تاريخ وشراء بيع سلاح واقتصاد وهذاك. ولما كلمهم الرئيس تبون مع الجنرال شنقريحه على قضيه فاغنر، قفضناه من ما نخافوش حنا من الرواسه باسكو راهم حلفاء، ما نقولوا لهمش باللي هذيك ما تساعدناش. والله الجزائر ما عندهاش العقليه هذه. حنا الجزائر عندها كيما الاخ بمعنى اخر بمنظور اخر انه الجزائر تتعامل بمبادئ، ما عندهاش انه انت صاحبي نتغاضى عليك في بعض الخروقات اللي تقوم بها، على سبيل المثال ما يحدث في منطقه الساحل او حتى في الملف الليبي اللي نوعا ما وجهه النظر غير متطابقه. وانه بارك الله فيك. نعم. شوف واش راح يدير ترامب الاخ يوسف اذا كان ممكن سد المايك اخي الكريم باش نخلي الاخ يتكلم في ترامب دفاع المروك في فخ ما يزيدوش يخرجوا منه. واش هو الفخ هذا تاع ترامب اللي دفع فيه المروك؟ شفت هاد لي دو بوطون اللي درتهم ريكونيسونس دو سارا ماروكان ولا فار ترامب خميني من على 10 ايام 15 يوم ربما راس العام راح يولي البوطون هذاك الاول الاستفتاء للصحراويين، ولا هما يحطوا المروك عدو ترامب يولي عدو للمروك. علاش؟ باسكو لي زاميريكان زون انتيري عندهم مشكل مع الصين. باش نديرو بتيت سنتانس كوم سا كيما يقولوا جيو استراتيجيك. الصين والامريكان عندهم مشاكل سياسيه واقتصاديه، مع العلم ان الصين راح تحبس بيع المعادن النادره كيما نقولوا التيرار اللي يدخلوا بهم لي بيوس نتاع الصواريخ والطائرات وكل يعني الحاجات الالكترونيه اللازمه وبين قوسين الجزائر ارض خصبه لهذه للماده الاوليه فيما يخص هذا الامور. لا 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 فيما يخص الصحراء الغربيه ليست فقط الجزائر. ترامب عنده مصالح في الجزائر، مش راح يضرب رصاصه في رجله من اجل واحد بخص ما عنده والو. واش عندهم هما المراك؟ عندهم البلوط، عندهم الشباكيه. واش راح يدير عندهم ترامب؟ واش هو المصالح تاع ترامب في المراك؟ واش راح يعطيوه المراك؟